أهلا بيكم في حكاية مكان. هنا إحنا مش هنعمل جولة سياحية عادية. هنا إحنا هنحكي حكاية كل الأماكن، حكاية تخليك تعيش المكان بتفاصيله كأنك زرته بالظبط. أماكن غيرت التاريخ وخلقت ذكريات عندنا وعند أصحابها. أنا هلالي ودي حكايتنا النهاردة. زمان أيام ما كان عندي شعر كنت بقول إن البلد دي لما بروحها كأني عملت 10 حمامات كريم مضروبين في بعض. في حاجة في الهوا، في الناس، في التفاصيل اللي موجودة حواليك بتلمسك من جوه، كأن البلد دي عندها لمسة سحرية من غير ما تحس تعرف توصل لها. بس عشان تحس بالبلد دي صح محتاجين نعرف تاريخها ونرجع لورا شوية. لبنان مش بس جبال وبحر وتلج، لبنان بلد حكايته تمتد الآلاف السنين ورا. لبنان بلد عاش حروب أهلية، احتلالات، أزمات سياسية وأزمات اقتصادية، حاجات كتير أثرت فيه. ومع كل ده شعبه كان دايما بيرجع يقف ويقوم تاني كأن مفيش أي حاجة حصلت، لحد ما وصلنا حتى لأحداث مؤلمة زي تفجير مرفأ بيروت اللي حصل سنة 2020، اللي كان يعتبر واحد من أعنف وأكبر الكوارث غير النووية اللي حصلت في العالم الحديث كله. ورغم الدمار اللي مر على الشعب اللبناني إلا إن هو في النهاية شعب زي ما بيسموه فينيقي، بينهض من الرماد تاني كأن مفيش أي حاجة حصلت. ومهما حصل الشعب ده عنده القدرة إن روحه ما تتهزمش وإن بلده تفضل إيجابية وتفضل مرحة بالروح الجميلة اللي موجودة جواه. لو في بلد تقدر تحس بيها وبالحياة جواها قوي فهي لبنان. بلد يمكن صغيرة في المساحة بس تأثيرها كبير علينا ومليانة حياة ومليانة نبض. من أول ما بتنزل من الطيارة وانت بتحس ان الهوا نفسه في حاجة مش طبيعية، في حاجة مختلفة زي ما بيسموها out of this world. الناس بيستقبلوك بابتسامة كأنك كنت عايش معاهم هنا وسافرت وراجع لهم تاني، ابتسامة ترحاب عودة حد. في الشوارع بتلاقي الضحكة طالعة من كل الكافيهات والمطاعم اللي موجودة حواليك، ومزيكا طالعة من العربيات بكل أشكالها وأنواعها، العربي على الغربي على الشرقي بكل أشكاله. وتلاقي واحد وانت معدي كده يقول لك أهلا وسهلا وهو في ايده كوباية الشاي، هو مش بيسلم عليك بس، هو بيعزم عليك فعلا انك تيجي تقعد معاه وتشرب كوباية الشاي دي. والأجمل الطبيعة. لبنان بلد بمجرد ما تدخلها تحس انك انت دخلت جوه لوحة فنية متكاملة الأركان راسمها أعظم فنانين على مستوى العالم على مر التاريخ كله. في يوم واحد البلد دي ممكن تاخدك في رحلة عمرك ما تنساها. تصحى من النوم في فندقك في الحمراء، تفطر في مطعم فوق الريح وانت في طريقك لفرايا علشان تلعب في التلج، وانت راجع هتعدي على جلسة العرزال، تاكل بطاطا مشوية، تشرب كوباية الشاي وانت قاعد جنب الشيميني الجميلة بتاعتهم والتلج بينزل حواليك من كل حتة بالظبط كأنك في قطعة من أوروبا. وبعد كده هتنزل على جوني، هتتغدى وتشرب فنجان القهوة وانت قاعد الجبل في ظهرك والبحر قدامك، المنظر اللي يخليك تنسى الدنيا باللي فيها. وبالليل هتتمشى في بيروت القديمة ما بين الجميزي على مار ميخائيل، بالظبط كأنك دخلت فيلم واخد 100 جايزة أوسكار على أحلى ديكورات وأحلى أجواء. الشوارع الحجرية والمزيكا اللي خارجة من كل حتة حواليك بتقول إنك أنت في حالة مش طبيعية. بس اللي فعلا بيخلي لبنان مختلفة مش بس الأماكن، إنما الناس كمان اللي موجودين فيها. روحهم جبارة، مختلفة عن أي حاجة ممكن تختبرها في حياتك. عندهم روح مستحيل تتقلد، خفة دم، كاريزما، ضحك، انبساط مهما كانت الظروف المحيطة بيهم عاملة ازاي او مهما كانت الضغوطات اللي عليهم بتقول ايه. لو الازمات شدت بتلاقيهم بيغنوا، لو الدنيا ضاقت عليهم هتلاقيهم بيعملوا حفلة. في النهاية انت هتتبسط، يعني هتتبسط لو ايه حصل لك. دايما في حاجة حلوة هتلاقيها في البلد، زي مبدعين كتير منهم مثلا Creators for Lebanon، ودول الرباعي الجميل، المجموعة اللي خلقوا كاريزما جديدة للبنان، ومن عمق الأزمة اللي موجودين فيها بيخلقوا طاقة إيجابية يساعدوا بيها كل الناس اللي موجودين حواليهم. شباب قرروا يحكوا حكاية بلدهم مش بالزعل إنما بالإيجابية،
والحكايات دي اترسمت واتكتبت على مر آلاف السنين في تاريخ لبنان. مفيش بلد في الدنيا صوته سابق اسمه زي لبنان. واكيد انا اول لما قلت لبنان انت جه في دماغك فيروز، الصوت اللي مربوط باسم لبنان على مر تاريخه، الصوت اللي بيصحى عليه العالم العربي كله، واللي حبب ملايين العرب في لبنان حتى من غير ما يزوروها، الصوت اللي ربط نفسه بفنجان القهوه بتاع الصبح. يا جدع ده المصريين بيروحوا اسكندريه عشان يشربوا القهوه ويسمعوا اغنيه شط اسكندريه لفيروز. جوليا بطرس، الصوت الجبار اللي بيعبر عن العزيمه وبيعبر عن الحب وعن الطاقه وعن العزه. فاكرين لما قالت له لا باحلامك لا باوهامك رح ترجع يوم تلاقيني، ما تحلمش يابا انا كده. هبه تواجي، اللبنانيه الحديثه اللي صوتها بيحمل تراث لبناني وبياخده للعالميه بشكل رهيب. ولو سمعتوا اغنيتها لا بدايه لا نهايه هتقولوا الست دي مستحيل تكون قعدت على قهوه فيها واحد على بعد 10 كيلو بيشيش. ده انا الحته دي لوحدها سمعت بنهج وانا بسمعها، بس ما بالك صوتها وهي بتقوله عامل ازاي. ولو هنتكلم عن الرجاله وعن الصوت اللبناني، وديع الصافي وجمال صوته، صوت جبل، صوت صافي زي الميه. ومين فينا ما حسش بيا حرام يا ابني وهو بيقول لك كان حبيبها وغايب بقاله سنه والنهارده وصل على بختي انا. ده انت بيصعب عليك الشخص لمجرد ان هو عارف ينقلك للحاله من جمال صوته. وطبعا ما ننساش الفنانين ومطربين الشباب، ناس زي انتوني ادونيس بجمال صوته اللي خلى اللبنانيين كلهم يبقوا بيحبوه. ومش بس لبنان مش بس بلد مزيكا، لبنان كمان بلد ادب. مين مش فاكر جبران خليل جبران وجمال كلماته اللي بتعلم في الناس كلها، اللي بتلمس كل الملايين، اللي قال نص اناقتك في كلامك والنص التاني في اخلاقك. من الاخر اسلك اسلك علشان تعدي. وموتيفيشنال سبيكر وكوتش زي ماريا صعب اللي لما بتطلع تتكلم بتأثر على الناس كلها بطاقتها الإيجابية في الكلام اللي بتقوله. كل ده كان جزء صغير جدا من حكاية بلد ما ينفعش يتلم في 5 دقايق أو 10 دقايق أو حتى 10 سنين. بلد بيسيب دايما بصمته عليك بمجرد ما تدخله. بلد حتى ولو ما رحتوش غير مرة واحدة هيفضل دايما اسمه بلدك التاني. أحيانا بيبقى كل اللي انت محتاجه انك تسمع كلمة واحدة، كلمة واحدة كفيلة ان هي تنقل مودك من ناحية لناحية. كيفك؟ الواحد بيقولها وشه بيبتسم ما بيعرفش يبطلها من جمال وقع اللهجة على قلوبنا. كل اللي عارفيني عارفين ان انا لبنان نقطة ضعفي، وان انا واحد من احلام حياتي ان انا في يوم من الايام اقدم ورشة عمل او فعالية على الاراضي اللبنانية وسط اهلي واصحابي وحبايبي في لبنان في بيروت. وبتهيألي مفيش شعبين في الدنيا قريبين وبيحبوا بعض قد الشعب المصري واللبناني. يمكن عشان فاهمين بعض، يمكن عشان الاتنين مروا بحاجات كتير جدا، ويمكن عشان الاتنين عندهم حب للحياة مش طبيعي. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل فولو، لأن في حكايات كتير جاية أنا متأكد إنها هتأثر فيكم وتعجبكم. اعملوا فولو وسبسكرايب للأكاونت واستنوا الحكاية الجاية.